مع قرب انتهاء شهر رمضان وأيامه الروحانية، كل حبايبنا الأطفال بتبقى قاعدة مستنية عشان تفرح بالعيد وياخدوا العيدية. بس إيه هو موضوع العيدية وإزاي ظهرت الفكرة دي؟ العيدية كلمة عربية منسوبة إلى العيد، ده شيء منطقي أكيد، بس معايا هتعرف إيه الجديد. العيدية مصطلح أطلقه الناس على المال اللي كانت بتوزعه الدولة على الموظفين، وكانوا بيسموها الرسوم لما بيسجلوها في دفاتر الدواوين. وبدأت عادة توزيع العيدية في عصر الفاطميين، فكانوا بيوزعوا الدراهم على الفقهاء وقراء القرآن اللي لكتاب الله حافظين. ولما كانت الرعية بتروح لقصر الخليفة يوم العيد للتهنئة، كان بيوزع عليهم دراهم كتير، وطبعا ده كان بيعمل لجيوبهم تدفئة. ويقال إن العيدية في عصر المماليك كان اسمها جمكية تقريبا كده، وكان السلطان بيصرف راتب بمناسبة العيد لأتباعه ورجال الجيش والحاشية. وكانت بتختلف قيمة العيدية طبقا للرتبة، في اللي كان بياخد طبق مليان دنانير ذهبية، وفي برضو اللي كان بياخد نفس الطبق بس دنانيره فضية. ومع الدنانير دي كانت بتتقدم مأكولات فاخرة، كانت بتتقدم بطريقة مبهرة. وفي عصر محمد علي بدأ على مستوى العيلة كل رب أسرة وأي حد شغال في وظيفة يعمل حاجة جميلة، إنه يدي للأطفال والزوجة مبلغ بسيط زي كده هدية بمناسبة العيد. وده الشكل اللي استمر وبدأ من ساعتها إنه يزيد. وخلي بالك أيها الرجل الرشيد من هدية الزوجة المهمة أكيد عشان تعيد على خير وما تروحش في حديد. سؤال الحلقة، الهدية في عصر المماليك كان اسمها ايه؟ الشاطر اللي كان مركز هيكتبها لي في الكومنت. ودي كانت حكايتنا النهارده، استنونا بكره في حكايه جديده نتمنى تبقى ليكم مفيده، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان ايام وليالي سعيده. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير. رمضان